السلام عليكم ورحمة الله. حبيبتي كل أم أولادها خلصوا الامتحانات وبدأوا الأجازة، أنا جايبة لك روشتة مش هتلاقيها في مكان تاني. تابع الفيديو لآخره وهتدعي لي. بيقول لك الإمام أبو حنيفة كان قاعد في المسجد وحواليه تلاميذه، ولأن رجليه بتوجعه فاستأذنهم إن يمدد رجليه شوية، ودخل عليه المسجد واحد طول بعرض لابس أبيض فأبيض وليه دقن كثيفة. فالإمام أبو حنيفة أحرج منه فلم رجليه. قعد التلاميذ كل واحد يسأل سؤاله، وبعدين الراجل ده سأل أبو حنيفة وقال له: إمتى الإنسان يفطر في رمضان؟ فقال له: لما المغرب تأذن. قال له: لو المغرب ما أذنتش؟ فطبعا الإمام أبو حنيفة حس إن هو قدام راجل يعني عبيط. إنت المغرب ما أذنتش لأي سبب، لما الشمس تغرب افطر. فحس إن الراجل ده دماغه على قده، فقال كلمته الشهيرة: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني الراجل اللي أنا كنت عامل له حساب ده طلع أي كلام، أنا أمدد رجلي وأقعد على راحتي. فيا حبيبتي اوعك تكوني بتربي البنت أو الولد اللي زي أخينا الطول اللي بعرض اللي لابس لبس كويس، لكن أول ما يتكلم الناس تستقل بيها. أنا لما أربي ابني لازم أفهم ابني عبارة عن إيه؟ ابني عبارة عن 3 حاجات: جسم وعقل وروح. 3 حاجات دول عشان ابني يبقى إنسان كبير محترم ناضج لازم أهتم بتنمية جسمه، تنمية عقله، تنمية روحه. كلنا بنهتم بالجسم، بأكله كويس، لما بيمرض بديله العلاج، بحميه، بشتري لبس غالي، حط برفيوم، روح للحلاق. البنت بتهتم بلبسها، بتهتم بنفسها. طيب الجسم تمام 10/10. طيب هل أنا بهتم بأن عقل ابني يكبر وينمو؟ أنا بوديه المدرسة وبصرف عليه وتعبانة معاه. صدقيني مش ده بس اللي بيعمل إنسان مخه كبير. العقل عايز ياخد خبرات من الحياة. فزوجك رايح يخلص ورق وفي فرصة ان الولد يروح معاه يروح. ناس كبار قاعديه مع الرجال الكبار، يسمع المواضيع، يسمع مواضيع الحياة، يبقى عنده خبرة، مخه يكبر. القراية يا حبيبتي مهم جدا. الطفل من وهو صغير يحب القراءة، حتى لو انت ما بتحبيش القراية ازرعيها في ابنك، وسهلة جدا. من وهو طفل هجيب له القصص المصورة، القصص اللي بتتلون، واقعد جنبه: الله شوف الولد عامل ايه، شوف البنت لابسة ايه، شوف الشجرة، شوف البطة. واحنا بنتفسح ماشيين وبنشتري حاجات، بنشتري ايس كريم وكلام فاضي طيب لقيتي مكتبة، ادخلي المكتبة اشتري له قصة. هيبدأ يتعلق بالكتاب من وهو طفل. واحدة تقول لي: وايه اهمية القراءة بالنسبة لابني؟ انا هقول لك، هضرب لك مثال بسيط. اسفة يعني، بس هو ده اقرب مثال بيوضح الفكرة اللي انا عايزة اقولها. عارفة زمان الساقية اللي كان بيشدها طور؟ الطور كان بيشد الساقية ويلف ويدور حوالين نفسه. هو ده بالظبط الإنسان اللي عايش تفكيره محدود. بفكر في نفسي، امتحاناتي، طموحي، أمالي، مشاكلي، أنا بلف وادور حوالين نفسي. لكن الإنسان المثقف اللي بيقرأ عن قضايا ومشاكل وعن بلاد، وبيقرأ في الدين، وبيقرأ في السياسة، وبيقرأ في الفن، بيبقى مخه كبير. لو قعد مع ناس يعرف يتكلم ويشارك في أي موضوع. عنده مشكلة ليه 100 طريقة لحل المشكلة دي. وقعت في مأزق أو مر بي ابتلاء، أنا قريت على فلان من الصحابة، قريت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قريت حياة حد من المشاهير. هتبص تلاقي دماغ مختلفة وإنسان مختلف. فصدقيني يمكن الثقافة مش هتصرفي عليها ربع اللي بتصرفيه على التعليم، لكن هتأثر في شخصية ابنك، هتغيره 180 درجة. فخلاص يا حبيبتي، احنا كده هنهتم بالجسم وهنهتم بالعقل. هيفضل ايه؟ الروح. تقولي روحه ايه يا روح امه؟ ازاي ههتم بروحه؟ روح الانسان دي بتنمو بالدين، بعلاقته بربنا. علاقة ابني بالقرآن، احفظه قرآن، هجيب له محفظ في البيت، هوديه المسجد يحفظ، اشغل قرآن في البيت. مفيش مانع بالليل كده انا عامله صينيه كيك ويلا شاي هنشرب او عصير، وهنقعد مع بعض يا اولاد مجلس علم، هنفتح المصاحف وكل واحد يقرا صفحه او نص صفحه.
طيب ابنك الصغير بيتهته، قولوا لا يا حبيبي، ده اللي بيتهته ده وبيقرأ القرآن بصعوبة هتاخد أجر قد اللي أخوك اللي بيعرف يقرأ القرآن ده مرتين، ثوابك عظيم. هقول لهم إن واحنا قاعدين دلوقتي يا حبايبي بنقرأ القرآن، ده اسمه مجلس علم، الملائكة بتحوطنا، ربنا سبحانه وتعالى هيقول ده نادية وولادها قاعدين دلوقتي في مجلس علم ويذكرنا عند الملائكة. حاجات بسيطة لكن صدقيني هتفرق. السنين الأولى في حياة ابني أنا بحط الأساس، لما يكبر خلاص مش هيبالك تأثير عليه، فاللي بتزرعيه هو اللي هيطرح بعد كده. زرعتي ورد هتجني ورد. كلام اللي بقوله ده خلاصة خبرة مدرسة عربي ودين 30 سنة، درست إعدادي وثانوي وتعليم فني، وأم 27 سنة لبنات وبنين. فيا رب تستفيدوا من خبراتي المتواضعة، ويا رب تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة. وأي موضوع انتوا عايزين تتكلموا فيه اكتبوهولي في التعليق، وأحب أعرف رأيكم في الحلقة دي، وإن شاء الله نتقابل في موضوع تاني يهمنا كلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.